حبايب قلبي وحشتوني كتير، كتير، كتير. والله عايزة أقول لكم إن أنا فرحانة جدًا، 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 مش قادرة أقول لكم أنا فرحانة قد إيه. والله يا جماعة الواحد مش قادرة أقول لكم لمّا بيكون عدّى بيه الوقت وعدّى بيه العمر ويلاقي حد يساعده أو يحس كده إن في إيد بتطبطب عليه، بيبقى إحساس تاني خالص. وحياة ربنا دول ولادي حبايبي اللي المفروض كنت برّه وقُلت خلاص أنا هاجي مش هالاقي حاجة معمولة، وهالاقي طبعًا إن أنا ورايا الغدا ما عملتوش. لكن والله العظيم أنا يعني ربنا يخلّيهم لي يا رب ويحفظهم لي ويحفظ أولادكم جميعًا. أنا لقيتهم دخلوا عملوا شاورما منّهم لنفسهم كده. أنا كنت ناوية يوميها إن أنا هاعمل شاورما ومطلّعة الصدور من التلاجة بحيث إن أنا أعمل شاورما. لكن والله مش قادرة أقول لكم أنا فرحت أوي، أوي، أوي لمّا جيت لقيتهم عاملين الأكل. أي أم في الدنيا طبعًا بتتفرّج على الفيديو ده بتبقى عارفة وحاسة كويس لمّا تكون وراها حاجة وتيجي تلاقي حد عاملها كده أو في حد سادد مكانها، بتبقى فرحانة باللي سَد مكانها ده قد إيه، وتقول الحمد لله بقى ورايا ضهر وسَنَد، والحمد لله إن في حد إن أنا أقدر إن أنا أعتمد عليه. لإن السِت قسمًا بالله بتبقى شايلة مسؤوليات كتير جدًا، وفي وقت بتبقى يا عيني بتبقى غصبٍ عنها بتسيب اللي وراها سواء أكل سواء أي حاجة في الشقة كده أو في البيت. بتبقى طبعًا تيجي تلاقي اللي وراها، وراها، أمّا أمّا بتيجي يوم كده تلاقي الحاجة اللي وراها معمولة، فبتبقى الموضوع يعني بالنسبة لها بيبقى بجد، بجد بتبقى إنجاز. هنا أنا رُحت كان ورايا مشوار، جيت لقيتهم هُم الاتنين مصورين الفيديو وعاملين الأكل اللي أنا كان المفروض إن أنا اللي هاعمله. كنت هاعمل شاورما وكنت بصراحة مطلّعة الحاجة بس ما كنتش عملت أي حاجة ولا قشّرت بصل ولا خرّطته. لقيتهم هُم وكمان صوروا لي الفيديو، يعني والله مش عارفة أقول لكم إيه. أنا كنت فرحانة جدًا، جدًا، جدًا. كل اللي بيحب الخير وبيحب كده اللي هو الناس اللي نفسيتها حلوة وبتحب الخير لبعض، حُطّي لايك ما تستخسريش لايك في أختِك، وما تستخسريش لايك في تعبها. الفيديو ده بياخد وقت كتير، حِبّي الخير لغيرِك ربنا هيرزقِك بيه. فهنا والله أنا بقيت فرحانة أوي عشان هُم فعلًا يعني حاجة دي فرّحتني. يا رب دايمًا ولادكم كده يكونوا ولاد حلال ومطيعين ودايمًا يسمعوا كلامكم، وتحسّي كده إن ابنِك أو بنتِك بتلاقي منّه لنَفْسه كده حنيّن عليكِ ومقدّر إن أنتِ تعبانة أو في مشوار وتلاقيه ساعدِك من غير أنتِ ما تطلبي منّه. والله قسمًا بالله يا جماعة أنا ما كنت متوقعة إن أنا هاجي ألاقي الأكل معمول أو كده إيه خلصان، بس جيت مش قادرة أقول لكم على الفرحة اللي أنا حسيت بيها. هم المفروض يعني بنات فعندهم امتحانات وحاجات زي كده، فأنا كنتش متوقعة خالص إن هم ممكن يعملوا حاجة زي دي. لكن صراحة ربنا يديهم الصحة ويخليهم لي يا رب. أنا جيت لقيتهم عاملين الأكل كله، كانوا عاملين شاورما وجابوا عيش وقالوا لي بس يالّا يا ماما إحنا عملنا لِك الغدا النهارده، وكمان صورنا لِك الأكل وإحنا بنعمله. أنا بقيت مبسوطة أوي وفرحانة بيهم أوي، وأي حد هيسمع الفيديو ده أي أم هتحس نفسها إن لو في مكاني والله هتبقى فرحانة أوي. يا رب دايمًا خلّي لنا ولادنا وربنا يهديهم لنا يا رب. بنوتي دي في ثانوية عامة. زي ما أنتم شايفينها كده هي ما لهاش شغل البيت خالص، فأختها بتحاول إن هي تخلّيها بقى قريّبة من المطبخ شوية. زي ما أنتم شايفين حتى مش قادرة أقول لكم ضوافرها طويلة وحاطة فيها واخدة بالها من نفسها شويتين، ما لهاش في موضوع شغل المطبخ والحاجات دي. بس أول أختها ما قالت لها تعالي نعمل مكان ماما، عشان ماما آآ برّه وهتيجي تعبانة، فيالّا نعملها لها مفاجأة. بجد، بجد يعني كانت مفاجأة حلوة جدًا. والله العظيم كنت فرحانة أوي. أولًا لإني كنت جاية جعانة الصراحة مش هاكدب عليكم، ثانيًا عشان أنا جيت لقيتهم عملوا حاجة كده منّهم لنفسهم وحسّوا إن أنا تعبانة أو حسّوا إن أنا هابقى جاية تعبانة ومش قادرة، فلقيتهم تمييزًا كده منّهم لنفسهم عملوا. فبجد والله ربنا ما يحرمني منهم أبدًا، أبدًا، وربنا يخلّيهم لي يا رب ويفضلوا دايمًا كده سَنَد ليّا في الدنيا، ودايمًا كده يا رب اجعلهم من السُعدا عندك يا رب، واجعلهم دايمًا متوفّقين وناجحين وأحسن الناس يا رب العالمين. يعني يا رب دايمًا كده وكل بناتنا وبنات المسلمين يكونوا في أحسن حال يا رب العالمين ويهديهم بهدايته، وكل اللي عندها بنوتة مغلباها وتكون مضايقاها ربنا يهديها لها قولوا آمين. هنا طبعًا خلاص لقيتهم هنا كانوا مسجلين الفيديو بدأوا طبعًا إيه عندنا كَبّة طبعًا فرموا فيها البصل وبدأوا إن هم زي ما أنتم شايفين كده يشتغلوا. يعني والله أنا كنت فرحانة أوي.
يعني هتقولي لي يعني كل ده عشان حبة شاورما، لأ، كل ده عشان إحساسًا إن البنت لمّا تحس بأمها تحس إن هي تعبانة أو هتيجي مش قادرة، وتحس إن هي تيجي تلاقيها عذراها كده وبتحاول تساعدها، فأكيد أي واحدة في الدنيا مكاني هتبقى مبسوطة، ربنا يكرمهم يا رب، ويجعل دايمًا دعايا من حدّهم ونصيبهم. وربنا ينجحهم في الامتحانات هم واللي زيهم، قولوا آمين وادعوا لهم دعوة حلوة يا رب بالصحة، هم حبايب قلبي ودنيتي كلها، يعني مش قادرة أقول لكم يعني قلبي من جوه كده وحياة ربنا، دول يعني حتة مني، ومش قادرة أقول لكم أنا باحبهم قد إيه، وهم كمان بيحبوني أوي، فيا رب دايمًا كل ولادنا كده يكون قلبهم علينا ويكونوا بيحبونا ودايمًا يكونوا عذرنا كده. فعوّدي نفسِك كده تسقي ولادِك المحبة، واسقيهم الحب، والله هيطلعوا حنيّنين من غير أي حاجة، وحياة ربنا يعني أنا يا رب ربنا يخلّيهم لي، أنا عمري ما زعّقت البنوتة منهم، وعمري ما قُلت لها كلمة زعّلتها، وما فيش حد ما بيغلطش، بيغلطوا، بس باحاول على قد ما أقدر أتعامل معاهم كويس وأتحكّم في عصبيتي، بالذات إن أنا شخص عصبي أوي، فباحاول إن أنا واحدة، واحدة كده بس أنا صراحة ما باحاولش إن أنا أعنِّفهم، على قد ما أقدر كده باحاول إن أنا أفهّمهم بالعقل وبالراحة، لإني صراحة روحي فيهم وهُم نفس الوضع، فمش باتعامل زي الأمهات الشديدة اللي هي ممكن إن هي تعاقب أو تعمل مثلًا لأ، أنا والله على قد ما باقدر باحاول إن أنا أتعامل معاهم وهُم مش محتاجين صراحة، ربنا يخلّيهم لي يا رب ويحميهم يا رب ودايمًا أشوفهم أحسن الناس، هم وولادكم وكل اللي بيسمع الفيديو ده وبيصلّي على الرسول في التعليقات. اوعي تكوني وصلتِ لغاية هنا ونسيتِ تحطي لأختِك لايك كده ودعوة حلوة من قلبِك. عايزة أقول لِك إن البنات نعمة والله العظيم، يعني لو أحسنتِ تربيتهم وعلمتيهم الصح والغلط أحسن من مليون ولد، الحمد لله سواء على ولد أو على بنت، أهم حاجة التربية وأهم حاجة إن أنتِ تعلميهم يعني إيه أب ويعني إيه أم ويعني إيه التزام ويعني إيه دين، هتلاقي والله الدنيا كلها مشيت معاكِ كويس جدًا. أنا عايزة أقول لكم إن الفراخ اللي هم بيعملوها دي أنا كنت مطلعاها قبل ما أمشي، وصراحة أنا كنت ماشية شايلة هَمّها أوي، وعمّالة أقول أنا أمّا آجي من برّه مش هالحق أعمل أكل، ومش هالحق أعمل أي حاجة صراحةً، وكنت متضايقة جدًا وعارفة إن أنا هاجي جعانة جدًا، ومش قادرة إن أنا يعني هاتقف إن أنا أعمل أي حاجة، وأنا من طبيعتي لمّا باكون جاية جعانة أوي من مكان باحس بهبوط كده غريب شوية، فما بابقاش قادرة لازم آكل أي حاجة بسرعة، وأول ما جيت ولقيتهم عاملين الأكل، أنا صراحةً يعني ما بقيتش عارفة أقول لهم إيه. ده واجب عليهم إن هُم كده خلّصوا امتحانات المفروض وفي أجازتهم، هُم لسه مخلّصين امتحانات اليومين دُولًا، فصراحةً فصراحةً يعني أنا بجد والله كنتش عارفة أقول إيه. بس بجد والله رغم إن هي ممكن ناس كتير أوي تشوفها حاجة بسيطة، بس أنا الحاجة دي كانت مفرحاني أوي، لأن أنا لقيتهم كده قلبهم عليَّ وحاسين بيّا وحاسين إن أنا هابقى جاية تعبانة، يا رب دايمًا يخلّيهم لي وافرح بيهم يا رب، وافرحوا بولادكم كده ودايمًا يعملوا لكم كل حاجة حلوة، الأم أقل حاجة بتخلّيها مبسوطة، والله العظيم، يعني أنا لمّا بالاقي نفسي كده بافكّر في أمي كده وباقول أمي معقول أقل حاجة زي كده بتكون باسطاها أوي كده؟ فوالله عشان أنا جرّبت التعب، وجرّبت يعني إيه أمّا أكون التزامات وبيت، فعذرت أمي لمّا بتكون تعبانة أو من أقل حاجة تفرّحها كده، فبجد، بجد ربنا يحملنا الأمهات كلّها يا رب ويخلّيها لنا، ودايمًا يبقوا بركة في البيت. هنا طبعًا خلّصوا التقطيع زي ما أنتم شايفين كده، وتقريبًا كده حطّوا دي مكعب مرق الدجاج وورقتين لوري ورشة جوزة الطيب زي ما أنتم شايفينها كده، وصفارة البصلاية زي الشطورة زي ما أنا باعملها بالضبط مع الفلفلة الحمرا والخضرا، وبدأت تدّيها تشويحة معاهم، طبعًا مش قادرة أقول لكم الطعم كان إيه، ربنا يخلّيها لي يا رب هي وأختها ويخلّيهم لي يا رب، وأفرح بيهم يا رب وتفرحوا بولادكم كده، خلّصت الأكل وبدأنا نقعد بقى ونعمل الساندوتشات المتينة دي، يالّا قولوا ألف هنا وربنا يخلّيهم لي يا رب، وما اتحرمش منهم أبدًا، أبدًا، ويفضلوا سندي وضهري في الدنيا يا رب. بُصّوا هنا كده بدأت تعمل ساندوتشات، وكمان صوّرت اللقطة وهي بتعمل الساندوتشات، الأكل زي ما هو نازل بالبخار بتاعه كده، يالّا حُطّي لايك، أشوفكم بخير الفيديو الجاي.